يا مساء الفل عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده قلت هعمل معاكم رز بشعريه وبطاطس والكفته اللي انا كنت متبلاها معاكم. اللي لسه ما شافهاش ينزل يشوفها، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اهو جميله جدا وحلوه قوي. وقطعت بقى طماطم وخيار والزيتون، اكله كده اقتصاديه وكانت سهله خالص. انا عندي مشكله في الكومنتات بتاعتي، انا مش عارفه مالها. كل لما اكتب كومنت مثلا لحد ولا حاجه ما بيوصلهوش، انا مش عارفه ايه المشكله. ممكن اللي يعرف المشكله ديت يكتب لي في الكومنتات، لان اكتر حاجه مضايقاني والله العظيم. يلا بقى نخش الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك، ولايكات كتير وكومنتات اكتر. كومنتاتكم بتشجعني جدا وبتفرحني خالص. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم كده في حياتي يا رب. انا النهارده بقى قلت هعمل معاكم رز بشعريه وكفته. حطيت شويه زيت وحته سمنه اهو، وحطيت كوبايه ونص كده شعريه. هقلب فيها لحد ما تتحمر معانا. وطبعا بقى انا كنت غاسله الرز 4 كوبايات رز، غسلاهم ونقعتهم شويه اهو. هقلب فيها بقى لحد ما تتحمر معايا. شكرا قوي على الناس اللي متابعاني واللي متابعاني جديد، ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم كده في حياتي، ونفضل كده مع بعض ان شاء الله. كومنتاتكم حلوه جدا وبتعجبني جدا والله العظيم. ربنا يا رب كده تبقوا معايا على طول ان شاء الله. هفضل اقلب فيها شويه كده لحد ما تتحمر معايا. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوه، بس قلت بقى هشارككم في الاكله بتاعتي النهارده. اكله كده على قد الايد من مطبخ ماما سولي، اكلات على قد الايد اهو. هقلب فيها شويه لحد ما تتحمر. اللي يعرف بقى مشكله الكومنتات بتعلق ليه وما بتتبعتش ليه، ممكن يعرفوني في الكومنتات. المشكله ديت مزعلاني جدا ومش عارفه اعلق لاي حد، فما تزعلوش مني. ادي الشعريه اتحمرت معايا اهي. هحط بقى كميه الرز بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. هحط بقى ملح وحبة سكر صغيرين وورق لوري، دي اختياري، عايزين تحطوها حطوها، بس بتدي طعم الرز جميل جدا، بتديله طعم جميل جدا. وحطيت ربع معلقة خل بسيطة خالص، بس بتفرفر الرز، بتفلفل الرز. هقلب فيه شوية كده اهو. هفضل اقلب فيه شوية. كنت غالية مية هفضيها. اكمن انا كنت نقع الرز فمش هياخد مية كتير. هحط شوية كمان اهو. هسيبه بقى لحد ما يستوي معانا. وبعد كده بعد ما استوى حلو ازاي ومفرفر مفلفل اهو، بيستوى معانا خالص اهو. اكله بسيطه خالص وسهله. وادي طبقنا النهارده حلو ازاي، تعالوا اتفضلوا معايا. اكله كده على قد الايد اهو. اللي بقى لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك، ولايكات بقى كتير وكومنتات اكتر، وفرحوني كده وشجعوني عشان القناه تكبر بيكم. ويا ريت بقى تتفرجوا على الفيديو للاخر اهو. وادي كده اكلتنا النهارده. والكفته ديت انا كنت متبلاها برضو، اللي لسه ما شافهاش ينزل يشوفها اهو. ودي كانت الوصفه بتاعتنا. تعالوا بقى اتفضلوا معايا، لايكات بقى كتير وكومنتات اكتر. يلا باي باي.